كما فهمت فإن ديكارت كان يرى أن الإنسان قادر على إدراك هذا العالم واستخلاص الحلول من نفسه، من عقله. إذا كان الإنسان في السابق يحصل على المعارف المتعلقة بنظام العالم من الكتاب المقدس أو من آباء الكنيسة، فمع تطور العلم صار بإمكانه تحليل وتوصيف العالم بواسطة تأملاته ومعارفه الخاصة عن طريق عقله، صحيح؟ نعم، لم يعد بالإمكان الركون إلى تقاليد الماضي، لأنه لو كان ذلك ممكنا لما وجدت مثل تلك الفوضى. وكذلك لم يكن بالإمكان الوثوق بالمشاعر، لأنها غالبا ما تتصف بالخداع. والشيء الوحيد الذي كان ممكنا الوثوق به هو العقل، إذ لا يمكن التخلي عن العقل، لا سبيل إلى ذلك. ولذا كان مفكرو تلك المرحلة يعتقدون أن العقل هو السبيل الوحيد الذي يمكن التعويل عليه في كل الأمور. من جهة أخرى يقول ديكارت إن الرب نفسه أعطى الإنسان القدرة على معرفة نفسه والعالم من حوله، ولذلك يمكن الوثوق بالرب فيما يتعلق بصورة العالم الخارجي التي يكشفها للإنسان. وبهذا الشكل أو ذاك ترسخ في سياق كل هذه التأملات اتجاه مهم في تشكيل تقاليد المعرفة العلمية في العصر الحديث. صار الفلاسفة والعلماء يميزون بين مفهومين من اليقينية. الأول هو اليقين الأخلاقي الروحي، وهذا اليقين كان يعني أن توصيف العالم المحيط يتأسس على الإيمان وحسب. اليقين الثاني كان تجريبيا وتأسس على الوقائع القابلة للاختبار. آنذاك لم يكن مفهوما بعد ما الذي يمكن فعله انطلاقا من ذلك لتطوير العلم ككل. ولكن بعد 33 عاما قال الفيلسوف الألماني النمساوي موريتز شليك، قال إن الحقائق لا يمكن أن تكون صحيحة أو باطلة، صائبة أو غير صائبة، فالحقيقة هي الحقيقة وحسب. إذن في نفس الفترة حاول عالم الرياضيات الفرنسي الشهير والفيلسوف وعالم اللاهوت بليس باسكال، وطبعا هو معاصر لريني ديكارت، حاول أن يرسم حدا ما بين المعرفة والإيمان وتحديد أطر ذلك. سأقتبس الآن مقطعا مثيرا للاهتمام يتضمن وصفا لمحاولات رسم هذه الحدود بشكل من الأشكال. يقول: لا بد في اللاهوت من مبادئ سلطة الوحي أو مرجعية الوحي، ولكن هل من المناسب تعميم هذا القول على الأشياء التي تحدث أمام أعيننا؟ المرجعية الروحية لا علاقة لها بهذه الأمور، فالأشياء الظاهرة يجب أن يحكم عليها العقل، وحيث يحكم العقل يكون التقدم. إن الهندسة والحساب والموسيقى والفيزياء والطب والهندسة المعمارية، أي جميع العلوم، يجب أن تتطور وأن تخلف للأجيال القادمة معرفة أكثر كمالا مقارنة بما ورثته من الأسلاف. إن الحقائق الإلهية أبدية، بينما نتاجات العبقرية البشرية أبدية في نموها المتصاعد. إنها لمصيبة عندما يلجأ الفيزيائي إلى المرجع الديني بدلا من الحجة كبرهان قاطع على أمر ما، بينما اللاهوتيون منشغلون بقياسات علم المنطق. في المحصلة نرى أن الفيزيائيين وجلون ضعفوا الثقة بعقلهم، بينما اللاهوتيون جريئون إلى حد الوقاحة في ابتداعهم أشياء جديدة ضمن اللاهوت. وتعقب قائلا: وفي ذلك يرى باسكال لعنة زمانه الحقيقية. نهاية الاقتباس. إذن بعبارة أخرى ثمة ثوابت لا ينبغي المساس بها، وهذه حقائق أبدية متعلقة بالإيمان. ومن ناحية أخرى هناك تجربة ومنهج علمي يجب أن يتطورا ويمضيا قدما باستمرار. وكما فهمت من محاضراتك فإن موقف باسكال يتميز عن موقف ديكارت، لأن الرب كان لا يزال حاضرا في العلم في فكر ديكارت، صحيح؟ لا بد من القول إن الرب كان حاضرا في فكر باسكال أيضا. وديكارت عندما تعلق الأمر بالتجارب ودراسة ما هو أمام أعيننا حاكم الأمور بأسلوب مشابه، أي أن مسألة البرهان على وجود العالم ومسألة استكشاف العالم كانتا مسألتين مختلفتين في إدراكهما. وهذا ما كتب عنه باسكال بكل وضوح. ومن المثير للاهتمام هنا ما يلي: بدأ العصر الحديث من تغير معين في النظرة المسيحية إلى العالم بعد أن كانت في العصور الوسطى ثابتة دون تغيير. أقصد أفكار النزعة التقدمية التي ظهرت آنذاك. ولذلك فإن بليز باسكال كان يحاكم الأمور في أعماله على هذا النحو. وفي العصر الحديث صارت فكرة التقدم فعلا المرافقة الدائمة للعلم، وبقيت كذلك حتى أيامنا هذه. فنحن مقتنعون من الأعماق بأن التغييرات تحدث بمرور الوقت، ولا بد أن تكون
إلى الأفضل. أما في العصور الوسطى فكان الناس على ثقة أكيدة بعكس ذلك تماما، أي إذا كانت تحدث تغيرات ما فباعتقاد الناس كانت نحو الأسوأ حصرا، ولذا كان من الأفضل برأيهم ألا يحدث أي تغيير. ولذلك شهدت العصور الوسطى مقاومة مستميتة بكل الأساليب المتاحة ضد التغيير. ولكن بغض النظر إن كانت التغيرات مرغوبة أم لا فقد حصلت، وكان لا مفر من الاعتراف بأن العالم دينامي يتغير باستمرار. الحقائق الإيمانية الأبدية بقيت أبدية طبعا، لكنها انزاحت إلى مرتبة ثانوية وأخذت تتقلص تدريجيا رقعة رجال الدين في ميدان المعارف.